جدل كبير عن عيلة حوارات بسبب نقلهم من الفيلا لشقة. موضوع الحجز على جميع ممتلكات عيلة حوارات. ايه موضوع الأحكام القضائية اللي على عيلة حوارات واللي خلتهم ينقلوا من الفيلا للشقة؟ تفاصيل كتير هنشوفها، اسمعوا الفيديو للآخر. كل متابعين عيلة حوارات الحاج جابر، تواجدكم شرف لينا وفرصنا. للأسف حالة من الجدل أثيرت على اليوتيوب وعلى الفيسبوك كمان من كل جمهور عيلة حوارات من بعد ما نزلوا الفيديو. تعالوا اختاروا معانا الشقة. ايه اللي حصل عيلة حوارات من ساعة ما ربنا فرجها عليهم وهم من فيلا لفيلا لفيلا؟ ايه اللي يوصل بيهم الامر ان يرجعوا لورا ويرجعوا يقعدوا في شقة تاني؟ هل فعلا من ساعة الأحكام القضائية وموضوع عيلة حوارات إنهم يعني هيتم الحجز على ممتلكاتهم كلها، وقناة حوارات هيتم غلقها عشان كده ما عادوش بينزلوا عليها فيديوهات؟ إيه الموضوع؟ في البداية طبعا حضراتكم شفتوا الفترة الأخيرة عيلة حوارات يعني بقى فيها، مش هنقول تفكك أسري، هنقول إن كل واحد بقى أو بدأ يدور على مصلحته. عيلة حوارات اللي كنا احنا بنشوفها يعني من خلال الفيديوهات تجمع أسري وعيلة كبيرة ولمة ولم الشمل والكلام اللي احنا كنا بنشوفه، لكن خلف الكاميرات كل واحد زي أي أسرة بالظبط. طيب هنا من ساعة ما حضراتكم شفتوا ان الموضوع بتاع القناة عيلة حوارات ان هيتم غلقها وعليهم 2 مليون جنيه، والقضية اللي رفعها المحامي الشهير عليهم، دلوقتي شفنا ان محمد بدأ يشتغل بقناته هو وزوجته، ونهال بدأت تشتغل في قناتها، ولما لقت الدنيا كده بدأت ساعات تستعير يعني تخلي ان البنت بنت ام زياد نيرة وكمان مرة زياد ينزلوا معاها فيديوهات، لان حسن زي ما قيل ممنوع ان هو يصور طول ما هو في الجيش. فلاحظنا ان الموضوع كده بدأ يعني ما عادش فيه لم الشمل اللي احنا كنا بنشوفه. يمكن من وقت للتاني بينزلوا فيديو كده بيحطوه ما بيجيبش مشاهدات زي الاول. طيب ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان زي ما حضراتكم شفتوا ان خلاص محمد بقى مستقر في فيلته مع آلاء، ونهال مع زوجها وحسن في الجيش، فيبقى ولاد ام زياد والحاج جابر والحاجة سعدية. طيب الفيلا بتاعت الحاج جابر اللي هو قاعد فيها هل هي بتاعتهم ولا لا؟ طبعا شفنا قبل كده لما كانوا بيتنقلوا من فيلا لفيلا، وكنا بنأكد لحضراتكم ان الفيلا دي كلها ايجار عشان التصوير، وناس كتيرة من على اليوتيوب كانوا بيروحوا يأجروا فيلا شهر شهرين عشان بس ريتش القناة يعلى تاني، والكل بيكون عارف انها فيلا، انها الفيلا دي ايجار. لكن لما شفنا ان حسن لما كان واخد فيلا ومتجوز فيها ومفيش عدى وقت ما كانش كمل سنة ولقناه بينقل في فيلا تانية، ايه الموضوع؟ انت كنت واخد الفيلا ومجهزها ومشطبها عشان تسيبها؟ لا، لما شفت موضوع الدولار اللي بدأ يرتفع والحاجات اللي بدأت تغلى وكل حاجة بدأت تغلى، فقالوا حتى حمدي كمان كان بيشتري بعض العقارات في تركيا. بدأت عيلة حوارات يفكروا بشكل عملي، احنا يعني بقى بالشغل ده كله من فيلا لفيلا ايجار وايجار عشان التصوير، لا ما نجيب بقى يعني كل واحد مع له فيلا ونشتريها تمليك، والفلوس اللي في البنك بدل ما الفلوس موجودة في البنك والعقارات بتغلى لا نشتري حاجة. بالفعل حسن اشترى فيلا له تمليك، ومحمد اشترى فيلا تمليك، وبكده كل واحد بقى معاه الفيلا بتاعته. يبقى فيلا الحاج جابر اللي هي اصلا ايجار طبعا بتبقى الفيلا ايجارها 40,000 جنيه في الشهر، يعني مبالغ هائلة لتأجير، لكن هما ما كانوش بيحسوا بان المبلغ ده كتير عليهم، لانهم تعتبر الفيلا دي يعتبر كأنها استوديو للتصوير. فعادي انا لما اصور في فيلا شويه في البسين شويه في الجنينه شويه في الفيلا جوه، فطبيعي عشان يلاقوا افكار لفيديوهات. طب من بعد ما خلاص ما العيلة هنقول اتفككت شوية، حسن بقى في فيلته ومحمد في فيلته، فمين هيدفع 40,000 جنيه دول لفيلا الحاج جابر؟ وهم ما بقوش يصوروا،
فطبعا كمان الفيلا دي بتحتاج تنظيف باستمرار، لانها ممكن تطلع حشرات والزرع بيكبر وهم قاعدين لوحديهم. وكمان خلاص بما ان محمد بقى في مكان وحسن في مكان وشويه يحيى في الشغل بتاعه، فمين اللي في الفيلا؟ ولاد ام زياد والحاج جابر والحاجه. مين يجيب لهم الطلبات؟ مين ياخد باله منهم؟ مين ينظف الفيلا؟ مين ينظف الجنينه؟ الاماكن الكتيره دي محتاجه ايدي عامله كتير. ولاد ام زياد في مذاكره، والحاجه جابر والحاجه يعني على قدهم. فهنا يا جماعه والحاجة سعدية مش هيقدروا بقى على تنظيف الفيلا دي باستمرار عشان ما يجيش لهم حشرات او اللي بيغيروا البسين او الكلام ده كله. ويعني الفيلا دي محتاجة مصاريف عليها، فبالتالي الموضوع بقى عبء عليهم، خاصة ان قناة حوارات يعني ما بقتش شغالة زي الاول، واخبار ان القناة موقوف عنها الربح، وهم بينزلوا فيديو كده من وقت للتاني عشان يعني الناس ما يقولوش ان قناة حوارات وقعت وان القناة انتهت والكلام ده. فبالتالي إن مين حسن ولا محمد هيدفع ال40,000 جنيه إيجار الفيلا بتاعت باباهم اللي ما بقوش أصلا هم يصوروا فيها، واللي بقى كل واحد مكتفي بالفيلا بتاعته؟ فبالتالي هنا بدأ يبقى عبء. كمان يمكن الدكتور يحيى كان له قناه اللي اسمها بتاع الامبراطوريه الحاج جابر، برضو ما عادوش بيصوروا عليها لان يحيى طبعا مشغول، وبدل ما محمد ينزل فيديو عليها ما ينزله في قناته اللي هي شغله واللي بيجي الفلوس عليها له. ليه يروح ينزلها بقى في قناه يحيى اللي هي اصلا تعتبر يعني بتاعت يحيى، والحوارات بتبقى شركه، فكل واحد بقى بيدور على مصلحته. فمن هنا الحاج جابر والحاجه سعديه محتاجين شقه تكون على قدهم، وفي نفس الوقت تكون كويسه وفي مكان راقي، بس ما تكونش محتاجه تنظيف، محتاجه ما يكونش في مكان لوحدهم معزولين. فالشقة تكون في مكان حي يقدروا يجيبوا طلباتهم. الحاجة لو حبت تنزل في أي وقت ما تستناش بقى حسن يجي لها ولا محمد يجي لها ولا أي حد يجي لها، تقدر تنزل هي والحاج جابر من غير ما يكون حتى في عربية تقضي طلباتها. الأولاد يقدروا يقضوا المصالح، لأن زي ما قلت لحضراتكم خلاص بقى حسن في فيلته ومحمد في فيلته، ومين هيكون مع الحاج جابر ويدفع إيجار الفيلا؟ فبالتالي هم جابوا لهم الشقة دي عشان يقعدوا فيها، وإن شاء الله هتكون شقة جميلة برضو. لكن مش موضوع بقى إنهم تم الحجز على جميع املاكهم عشان كده بداوا يجيبوا فيلا بيجيبوا شقه. هو الموضوع كله ان موضوع مين يدفع ثمن الايجار الفيلا دي، ومين ينظفها، ومين يقعد معاهم، بما ان محمد بقى مشغول بتصوير الفيديوهات، على ما يصور الفيديو طول اليوم وعلى ما يبدا يمنتجه طول اليوم، فممكن يعدي ايام او يوم ما يروحش للحاج جابر يطمن عليه بالتليفون. وهي دي سنه الحياه زي ما بيقولوا. كذلك نهال وحسن في الجيش، ونهال بتعمل الفيديوهات، الفيديو اللي بتشوفوه حضراتكم ده بيحتاج تصوير يوم كامل ومونتاج بعدها كمان، فما فيش بقى خلاص ان هم كل شوية رايحين جايين زي الاول. فهنا بدأ كل واحد يدور على مصلحته. فده موضوع او السر وراء نقلهم من الفيلا للشقة، عشان يعني خلاص هي دي سنة الحياة، ويكونوا مستقرين بالشقة بتاعتهم. وكذلك حسن مستقر بالفيلا بتاعته، ومحمد مستقر بالفيلا بتاعته، وكل واحد بقى اللي بيعمل شغل هو فلوسه بتيجي على حسابه هو. ده السبب يا جماعة، بسبب نقلهم من الفيلا للشقة. هستنى تعليقاتكم، ربنا يعمل اللي فيه الخير ليهم، ونشوفهم تاني ملمومين يا رب. شكرا.